حياتي ابتدت رحلة من الطفولة لغاية دلوقتي، من بنت طفلة لبنت مسؤولة، وهي اللي خلقت لنفسها مسؤولية. حبت مجال الإعلام وحبت مجال الكتابة وحبت أكتر إنها تقرب ليكوا، عشان كده درست علم النفس والتنمية البشرية والبادي لانجوج عشان تساعد نفسها وتقدر تتغلب على أي شعور جواها، ودايما بتحارب أي صفة مش كويسة ممكن تمر عليها، وماسكة بس في الكويس، ماسكة في الكويس من أشخاص، ماسكة في الكويس من صفات، دايما بتحارب نفسها، ولغاية دلوقتي أنا قادرة عليها، ويا رب دايما أقدر أوجهها للأحسن. رحلة ما كانتش سهلة ولسه مكملة وهتفضل مكملة. في كل صورة أنا بتصورها بابتسامة بيكون عندي أمل، وعمري ما شلت الابتسامة في أصعب الظروف، وفي كل مرة بقول يا رب في حاجة وجعاني بيعوضني، أو بقول يا رب في حاجة مزعلاني بيجيب لي حقي. أنا ممتنة جدا لربنا إنه خلاني أكون قد رحلتي وأكسب ثقة أشخاص كتير حواليا. ممتنة جدا لربنا لأنه كافئني، ولما بكون فعلا بقول حاجة بحرقة من جوايا محتاجاها ليا أو لغيري بتحصل لي. عايزة أقول إني بحبكم، والرحلة بدأت من غير ما يكون في أشخاص، دلوقتي في أشخاص كتير. أنا بشكركم، ودايما خلي عندكم أمل، وأنا بحبكم أوي ومبسوطة بيكم أوي، ورحلتي لسه مكملة، وعمري ما بنت من ذوي القدرات الخاصة، ودي حاجة افتخر بيها.